ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بيبا من قناه بيبا شعراوي. اول مره بتشوفوني يا ريت متنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان عائلتنا تكبر. انا وصحابي بعد اخر امتحان قررنا ان احنا نروح مطعم اول مره نجربه، نشوف كده الاكل عامل ازاي ونشوف الاجواء عامله ازاي. دخلنا طبعا المطعم وكان الفيو كان حلو اللي احنا قاعدين فيه وكده. طلبنا كل واحد اكل مختلف. انا طلبت حاجه اسمها ريزيتو، كانت عباره عن رز بقطع فراخ كده، ويعني كانت لطيفه. بس المشكلة كان اللي هو كانت باردة، يعني كان أكل بارد. وطلبت برجر برضو، بيف برجر. كان البيف برجر ده هو اسمه تشيزي هارد اتاك، ومنه 3 أحجام أو 3 سايز. السايز الأولاني هو كان بيف برجر واحدة بس، ده كان عامل تقريبا 95، والدبل كان 120، والترابل كان 140. برضو البرجر كان بارد يعني، فدي كانت حاجة مش عجباني قوي، بس كان شكله حلو قوي. كنت يعني لسه هدوقه. انا دقت ال الجولدن موتزاريلا ستيكرز الاول. كانت تجربة لطيفة بصراحة يعني. اللي ضايقني برضو في البرجر ان هو كان العيش مفرول قوي، واصحابي كلهم برضو اشتكوا من الموضوع ده، ان البرجر العيش يعني عموما كان مفرول، والاكل كان بارد، على الرغم ان احنا استنينا فترة عقبال ما الاكل يجي يعني. هو المطعم اسمه هارد اتاك، نسيت اقولكوا في اول الفيديو. هو كان الاكل طعمه حلو، بس هي المشكله اللي واجهتني بصراحه هي ان الاكل كان بارد، وان العيش بتاع البرجر كان مفرول. فانا لو هقيمه كده هديله ممكن 6 من 10 ولا حاجه. حلقة من كل مكان. بلقطة. انا كنت المفروض بتابع اللي هو طائر الرشاق، بس ايه طائر الرشاق ده بقى ايه مبقاش حلو قوي يعني. جامد سمعت يا صح. على فكرة تغريد العيش مفرول حقيقي. ما اقدرش مش عايزة بقى انا اصلا هذا اللي هتقدر اقاوم بس انا هعلى اصلا تجيب بس كويس. لا يا باشا برافو قوي. لا عجبني قوي، حبيت المطعم. الكولسلو بتاعته كان مظبوط. لا مش الكولسلو كانت احسن من اللي باكلها عامة. بس انا قصدي بتاع الكبده حلو. دي ده ايه انت عشان بتكسلني عايزه ايه بس مش فرق كبير قوي بس. كان في اماكن حلوه للتصوير، فانا صورت كده كذا صوره. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامه.